ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب علينا جميعا. تعالوا النهاردة بقى اقول لكم على طريقة المحشي. طريقة كده بسيطة وسهلة قوي، بس طعمه بجد يجنن. مش اي حد يا جماعة نقدر ناكل من ايديه المحشي. تعالوا اقول لكم طريقة بتاعتي بسيطة قوي قوي، بس بجد طعمه حلو قوي. عندي بقى انا كرومبايه صغيرة كده زي ما انتم ما شايفين على قدي. هبدأ بقى اقطعها كده، اقطع الراس بتاعتها. انا بحاول اسلك الجزء اللي فوق ده منها عشان اقدر اسلك الورق بتاع الكرنب. لو عندك حلة كبيرة تقدر تاخد الكرنباية كلها مرة واحدة، مفيش مشكلة. ما عنديش هتبدأي تعملي زي ما انا ما بعمل كده. هبدأ افك بقى الورق بتاعها كده واحدة واحدة من بعض. الحمد لله كانت الكرنباية كانت حلوة قوي وكانت بسيطة وكانت سهلة قوي وانا بفكها. بدأت افكها كده زي ما انتم ما شايفين، لحد ما يعني احس ان هي تقدر تدخل في الحلة بتاعتي. انا الحلة بتاعتي مش كبيرة قوي، عشان اقدر ادخلها في الحلة سلكت بقى الاوراق بتاعتي. وتعالوا اقول لكم عملنا ايه. انا محضره ميه سخنه، ميه بتغلي. بدات اضيف عليها شويه كمون كده، معلقه تقريبا، حوالي معلقه صغيره مليانه. وهبدا انزل بالورق بتاعي واحده واحده كده، حوالي دقيقتين تلاتة، مش اكتر من كده. بصوا بحاول انزلها بقى كلها عشان اتاكد ان كلها خلاص الورق معايا اتسلق كويس. هبدا بقى اشيلها واحده واحده. عندي بقى شوية مية ساقعة، ممكن انزل الكرنب تاني في المية الساقعة، بحيث ان هو يحافظ على الوقت السلق اللي انا محتاجاه، ما يزيدش في السلق بتاعه. لان طبعا هو لسه محتفظ بالسخونية بتاعته، ان هو طبعا لان خارج من مية سخنة، فممكن ياخد سوا اكتر او سلق اكتر، وانا مش محتاجة كده عشان الورقة ما تبقاش معايا مش مظبوطة. انا بدأت بقى اسلقه كله لحد ما خلاص اخر حاجة. بدأت انزل بقى ال- الكرنباية بتاعتي. بصوا بنزلها كده واحدة واحدة، في ثانية على طول بتفك مني الورق بتاعي. سهلة قوي. بصوا بعد بقى ما خلاص سلقت الكرنباية، ببدأ اجيب ورقة ورقة زي ما انتم شايفين كده، بقطع الحتة بتاعت العروق بتاعتها، وهبدأ اقسمها كده لتلاتة، او على حسب طبعا الورقة. انا الكرنباية بتاعتي كانت صغيرة فيدوبك تتقسم تلاتة. وهبدأ اقطعها كده زي ما انتم ما شايفين، واعملها رول كده، وابدأ اقسمها لتلات اجزاء. هبدأ بقى اعمل الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة كده. دي اسهل طريقة على فكرة يا جماعة ان احنا نقطع بيها الكرنب. بعد ما هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها هبدأ اوريكم. بصوا انا بعد ما قطعت الكمية بتاعتي كلها، ببدأ اقطعها زي ما انتم شايفين كده. بفتح الورقة معايا واقسمها بالشكل ده، وهعمل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة كده كلها. انا بالنسبة لي دي سهلة قوي، ما بتاخدش وقت خالص على فكرة. عايزة اقول لكم ده بالنسبة لي يعتبر الحجم الكويس قوي او المقاس الكويس قوي بالنسبة لصباع المحشي. طبعا انتوا حابين تكبروا عن كده او تصغروا عن كده، مفيش مشكلة، كل واحد على حسب ما بيحب. كده الكرنب جاهز معايا. تعالى اقول لكم بقى حضرنا الخلطه بتاعه المحشي ازاي. اول حاجه انا عندي تقريبا حوالي نص كوبايه زيت. انتوا عارفين المحشي طبعا بياخد زيت كتير. عندي حوالي 3 4 بصلات كبار كده. وهبدا اشوح البصلايه دي لحد ما تاخد لون ذهبي. انا مش عايزاها تغمق مني خالص، هي لون ذهبي حلو قوي معايا. عندي بقى رشه فلفل تقريبا حوالي معلقه يعني مليانه كده صغيره، بتدي ريحه حلوه قوي للبصلايه وبتدي طعم حلو قوي. هبدا اشوحها كده لحد ما البصلايه بتاعتي تبدا تاخد اللون اللي انا محتاجاه. بصوا لونها بدأت خلاص تدخل على ان هي تتحمر، تاخد لون ذهبي حلو. هبدأ بقى انزل بالطماطم بتاعتي. انا عندي تقريبا حوالي كيلو ونص كده طماطم. انا بحب الطماطم في الصلصة بتاعت المحشي تبقى كتير، يعني بتدي طعم حلو قوي. المحشي بيبقى عايز كل حاجة يعني بزيادة كده عشان تبقى طعمه، لا بتفرق في طعم المحشي. عندي بقى مكعبين مرق الدجاج. عندي التوابل بتاعتي، ملح، التوابل اللي هي الستاندر اللي احنا يعني اهالينا او يعني اتعودنا عليها. ملح وفلفل كمون وكزبرة وشطة طبعا حسب الرغبة. انا بضيف الشطة مش كتير قوي عشان انا عندي اطفال يعني. وطبعا معلقة سكر مليانة بس هي ما ظهرتش في التصوير. هبدأ بقى اسيب الصلصة بتاعتي تتسبك معايا، وكده الصلصة بقت جاهزة معايا. حلو قوي. انا بقى غسلة الرز بتاعي، عندي تقريبا حوالي كيلو رز غسلاه. الخضرة بتاعتي طبعا محضراها منضفاها ومقطعاها كده. هبدأ انزل بالرز على الصلصة واقلبه كويس واحدة واحدة كده، واقلبه كويس.
وابدا بقى اضيف الخضره بتاعتي. انا برضو كنت محضره بقى بتنجان وكوسه وفلفل. رشه النعناع بتفرق جدا جدا في طعم المحشي. عندك بقى معلقه نعناع كده كبيره حلوه قوي، معلقه كمان دبس الرمان بتدي طعم فظيع. الخطوتين دول مهمين جدا في المحشي. خلطه المحشي معايا جاهزه. انا بقى محضره الحله بتاعتي، حاطه فيها من تحت كده طماطم وبصل. ونبدا بقى نلف الورق بتاعنا، مفيش اسهل من لف ورق الكرنب. بصوا نحاول ما نملاش الصباع قوي، لان طبعا الرز بيزيد مع التسويه، فالرز بيزيد. فده كده يعتبر حلو قوي ومظبوط معايا. ونخلي بالنا قوي واحنا بنرص بقى، لازم بقدر الامكان اول ما نرص اول صف نحاول نعمل الصف اللي بعديه العكس، يعني لو مثلا ده بالطول نعمل التاني بالعرض، عشان لما نضيف الشوربه كمان تبدا الشوربه تنزل لحد اخر طبقه في المحشي. انا بقى لفيت الحله بتاعتي كلها وسبت حوالي صفين كده، عشان طبعا مع التسويه المحشي بيبدا يعلى معايا. وبقيت بقى الخلطه بتاعتي بدات بقى احشي البتنجان والفلفل والكوسه. ونيجي بقى لأهم حاجة، خطوة التسوية. التسوية دي مهمة جدا جدا في المحشي. أنا عندي شوربة غليها كويس جدا، هبدأ أضيف الشوربة بتاعتي على المحشي. لو خدت بالكم هتلاقيني بحرك كده الحلة عشان أتأكد إن الشوربة وصلت لآخر طبقة في المحشي. أنا هحط أضيف الشوربة لحد آخر الصف اللي قبل الأخير، على نار عالية بقى. هبدأ أحطها على نار عالية لحد ما يبخر. بصوا بتأكد كويس جدا إن خلاص الشوربة وصلت لآخر طبقة. هحطها بقى واسيبها تجلي. اول ما تبدأ تجلي هوطي النار عليها. انا هحطها على نار متوسطة كده برضو، على نار هادية خالص لحد ما يستوي. وهبدأ بقى اسوي البتنجان والفلفل والكوسة برضو بنفس الطريقة. الشوربة سخنة مغلية، هبدأ انزل تقريبا بنص الحلة كده، يعني لحد نص الحلة. وممكن دي مش لازم اوطي عليها خالص، يعني دي ممكن على نار متوسطة. وده كان شكله بعد ما خرج. عايزة اقول لكم شكله وطعمه يجنن. قد ايه الصباع متماسك كده ومستوي وحلو قوي ومظبوط. بجد حلو قوي. مستنيه طبعا ان انتوا تجربوا الطريقه وتقولي لي رايكم. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وكل سنه وانتم طيبين.